تصريح خطير من أشرف بن شرقي يفاجئ به النادي الأهلي ويصفع الزمالك ويرفض طلب شيكابالا، ويفجر مفاجأة كبرى بخصوص انتقاله للنادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أشارت وسائل إعلامية إماراتية ومصرية ومغربية وقطرية أيضا عن وصول اللاعب أشرف بن شرقي إلى القاهرة للتفاوض مع الزمالك أو الأهلي خلال هذه الانتقالات الصيفية. وسال صحفي مغربي في الإذاعة المغربية وقال لأشرف بن شرقي: علمنا أن هناك عرض من الزمالك والأهلي للانتقال إلى أحد الفريقين. فرد وقال: بالفعل أنا وصلت القاهرة منذ الأمس، ولقد جمعتني مقابلة مع شيكابالا في الساحل الشمالي في مصر، وأقنعني أن أرتدي قميص الزمالك مرة ثانية، وأنا قلت له أن الزمالك صفحة وانتهت بالنسبة إلي. فقال لي: هل ستلعب للأهلي؟ فهربت بصراحة من هذا السؤال، لأنني أعلم أن شيكابالا يكره النادي الأهلي كره العمى. وسأله الصحفي المغربي وقال له: هل بالفعل ستوقع للنادي الأهلي؟ فرد وقال: شرف لي أن ألعب في النادي الأهلي، نادي القرن الإفريقي. فالأهلي المصري دائما يلعب على البطولات الإفريقية، ودائما يشارك في كأس العالم للأندية، وحلم كبير بالنسبة إلي أن أشارك في كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة في الولايات المتحدة، الذي سيشارك فيه أكبر أندية أوروبا والعالم مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ. وبالفعل تلقيت عرض للانضمام إلى النادي الأهلي، ولن أفوت هذه الفرصة، فهذه الفرصة لن تتكرر بالنسبة إلي للانضمام للنادي الأهلي. وسأله الصحفي وقال له: جماهير الزمالك سوف تغضب منك يا بن شرقي. فرد وقال: أنا لا يهمني جماهير الزمالك مع احترامي لهم، أنا يهمني فقط أن ألعب للنادي الأهلي. وأبسط مثال على ذلك إمام عاشور، كان أسطورة في الزمالك ويتغنون به، وكان يتغنى بالزمالك، وعندما عرض عليه النادي الأهلي الانضمام إليه لن يفكر في ثانية واحدة، وضحى بالزمالك وجماهيره من أجل الانضمام إلى النادي الأهلي. فالأهلي لا يقارن بأحد في مصر أو في الوطن العربي، وسأكون سعيد جدا بارتداء القميص الأحمر. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.